مساء الخير على حضراتكم. حبيت بس كده أدردش معاكم شوية عن الدور المنتشر الأيام دي جامد وبيصيب كل الأطفال. فحبيت أتكلم معاكم بس كده شوية عن الدور ده وتفاصيله وأعراضه وإزاي نتجنبه وإزاي يعني إيه نقوي مناعتنا ونطمن الناس برضه. تمام. يا ريت بس لو حد سمعني يقول الصوت واضح ولا مش واضح، علشان خاطر بس إيه نكمل على طول عشان مفيش وقت. طيب نبدأ نتكلم كده ونقول بسم الله. مبدئيا كده الدور اللي ماشي ده فيروس من الفيروسات الموجودة، مش حاجة جديدة زي الكورونا يعني والكلام ده. لا، هو فيروس موجود من زمان جدا وبينشط دايما مع بداية فصول ما قبل الشتاء ودخول المدارس والتجمعات بتاع الأطفال مع بعض، وكل الأطفال في الفصل بتكح في وش بعضيها. فبالتالي نلاقي إن طفل يخش يعدي الفصل كله، كل الأطفال تتعدي تروح، كل الأطفال تعدي أهاليها. نلاقي المجتمع كله ايه ماشي كح، وكل الاطفال عندها سخونيه وكل الناس عندها كحه وسخونيه وبرد واحتقان. فده سبب انتشار الفيروس ده جامد جدا. طبعا الفيروس مش جديد ولا حاجه، فيروس انفلونزا وبارا انفلونزا والفيروس المخلوي اللي بيقولوا عنه، فدي كلها فيروسات قديمه موجوده بتنشط جدا في الفصول اللي احنا فيها دي من السنه. مطلوب مننا طبعا الاجراءات الاحترازيه اللي كنا بنقولها زي ايام الكورونا بالظبط. يعني الكمامات، التهويه، نشرب سوائل كتير، التباعد الاجتماعي، الكلام اللي احنا كلنا حافظينه خلال السنتين بتوع الكورونا. تمام. فده علشان خاطر ان احنا يعني الوقايه من الفيروس، لان هو فيروس بيتنقل بالجهاز التنفسي طبعا عن طريق النفس. فكلنا طبعا بقينا اساتذه في قصه الوقايه من الامراض والفيروسات التنفسيه يعني. فالمطلوب مننا ايه؟ تباعد اجتماعي، كمامات، فيتامينات، الكلام بقى مش هنقعد نحكي فيه كتير، كلنا ايه عارفينه. خلاص. فده بعرفكم بس المرض عبارة عن ايه. فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، بيبدأ بأعراض عاملة زي بتاع البرد كلنا عارفينها، شوية رشح، احتقان، سخونية، كحة. المشكلة بس ان الفيروس ده بيطول شوية، يعني الدور ما بيقعدش يومين ثلاثة زي البرد، لا ممكن يقعد 15 يوم عادي جدا، ممكن اقعد اكح 15 يوم كحة. طيب نعمل ايه ساعتها؟ ما نقلقش، يعني ادام الكحه بسيطه ونشاط الطفل كويس، انا مش عايز اقلق. خلاص، احنا نقلق بس لو في علامه من علامات الخطر، يعني كحه ومعاها تشنجات، طفل بيزرق، في صعوبه في التنفس، يعني علامات الخطر اللي احنا عارفينها هي دي بس اللي تخلينا نجري، لان بسهوله جدا ممكن طفل يخش في التهاب رئوي، وده بيحصل كتير، وفي اطفال كتير جدا الايام دي محجوزه والمستشفيات مليانه على اخرها. فمطلوب ان احنا نعمل التباعد، مطلوب ان احنا اول ما نحس ان الطفل نفسه مش كويس نجري على الدكتور بسرعه عشان خاطر يطمني، مش عشان خاطر يعني يقول لي اه لا تمام كمل على العلاج في البيت، او لا, لا لازم نحول المستشفى، او لازم نعمل اشعه. لا، يعني نجري على الدكتور عشان خاطر حته ايه، قبل ما الطفل الحاله تتدهور اكتر من كده. الالتهابات الرئويه يا جماعه منتشره والفيروسات دي بتعملها طبعا، ما اقدرش انكر الكلام ده. فناخد بالنا كويس جدا على الاطفال، بالذات الاطفال اللي هم تحت سن 6 شهور. اول ما الطفل اللي تحت 6 شهور يسخن او يكح ما نستناش عليه، على الدكتور على طول ومتابعه. حتى الاستشاره ما بتبقاش كل اسبوع، بقى ممكن اخليها كل 3 ايام، على اساس لو في اي تطورات، او لو الدكتور عامل يعني لينك او تواصل ما بين الحاله على الواتس او حاجه. فده برضو وسيله كويسه ان احنا نتابع الحاله، بس لو في تطورات ولا حاجه يبعتوا بسرعه نقدر ان احنا يعني نتابع الحاله بشكل اسرع شويه. لان ممكن يجي لي النهارده بس شويه رشح، بكره الاقيه سخن، بعده مش قادر يتنفس ودخل في صعوبه في التنفس والتهاب رئوي. فالحالات بتحتاج متابعه دقيقه شويه. خلاص. فطبعا الناس برضو ماشيه بنفس الكونسيبت بتاع زمان، ابني بيكح اديله دواء ايه؟ مفيش حاجه اسمها كده، مفيش دواء الكحه ده مش بيعالج كل حاجه. الكحه انواع واسباب، ومش اي كحه بتتعالج باي دواء زي ما انتم شايفين. يعني اديكم خدتوا، يعني الناس راحت الصيدليه وجربت كل حاجه والعيال ما بتخفش، وفي الاخر بيجي يكشفوا. يعني الموضوع مش بالسهوله اللي انتم متخيلينها دي، والحالات بتتدهور نتيجه ان انتم بتتاخروا في علاجها. انتوا بتروحوا تجربوا الاول في العيال لمده اسبوع مضادات وادويه. بالمناسبه الفيروس ده ما بيتعالجش بمضاد حيوي، احنا متفقين الفيروسات ما بتتعالجش بمضادات حيويه خالص. فطبعا كل اللي راحت ده ابن حقن مضاد حيوي وادويه شرب مضاد حيوي والعلبه خلصت وجاب نوع تاني، كل ده في شنك، كل ده ملوش اي لازمه وملوش اي علاقه اصلا بالحاله او بالدور اللي احنا عايشين فيه الايام دي. خلاص. فالمضاد الحيوي ملوش اي دور في علاج الفيروس المنتشر الايام دي. طيب
يبقى ايه المطلوب مننا في علاج الحالات دي؟ والله المطلوب مننا رقم واحد ان احنا بنعالج الاعراض. يعني الطفل بيرشح هنعمل ايه؟ غسيل الانف، وعندنا فيديوهات كتير وابعتها لكم، اللي عايز يبعت لي وانا ابعت له فيديوهات غسيل الانف. يبقى المناخير لازم دايما الافرازات اللي فيها دي تتغسل، لان دي في حد ذاتها بوابه امراض. فالمطلوب ان احنا دايما نخلي المناخير فاضيه. فاضيه ازاي؟ بغسيل الانف، بالبخاخه بقى، بالشفاط، بسرنجه. طيب، رقم اتنين جلسات البخار مهمة جدا. مفيش حاجة اسمها أصل خايفة لا يتعود عليه، مفيش حاجة اسمها كده. ده حاجة آمنة جدا ومفيدة جدا وفعالة جدا. فمفيش حد يقول لي احنا في 2022 ويجي لسه في أمهات حافظة الجملة بتاعت أنا خايفة الجهاز يتعودوا عليه. مفيش حاجة اسمها كده خالص. مفيش حاجة اسمها اتعود على الجهاز. يعني إيه يتعود على الجهاز؟ دي أنا عايزة يعني الطفل يقول لك الحقيني بسرعة بالجرعة مش قادر. مفيش حاجة اسمها يتعود. أنت اللي بتديها له وأنت اللي بتشيليها زي أي دواء. فجهاز البخار وجلسات الاستنشاق دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، مفيش غنى عنها. يبقى رقم واحد غسيل الانف مهم. لما يكون في افرازات نفضي. كم مره نغسل كل ما نلاقي افرازات؟ الغسيل الانف ده بديل المنديل. يعني انا وانا كبير كده لو جالي برد بطلع منديل انف خلاص. طب الطفل الصغير ده هينف مش هيعرف، يبقى اعمل ايه؟ اغسل له انا مناخيره. كم مره؟ كل ما الاقي مناخيره مليانه افرازات اغسلها له. طيب، لقيت الطفل بدا يكح شويه كده وبتاع، اعمل جلسات بخار. ده في اعتبار ان الحاله بسيطه. انما كحه عنيفه والموضوع فيه صعوبه في التنفس ولازم دكتور يسمع بالسماعه ويشوف، لان ممكن الموضوع يكون محتاج حاجه ثانيه خالص. تمام، انا بتكلم على الحاجات الطبيعيه اللي نعملها في البيت كلنا. خلاص، يبقى رقم اتنين جلسات البخار. رقم ثلاثة السوائل الدافيه، اليانسون والنعناع والكلام ده كله مهم جدا. اهم السوائل الخاصه بموضوع الكحه عندنا الجزر بالبرتقال مهم جدا. ليمون دافي بالعسل، والعسل ده نحل بيه كل المشروبات الدافيه اللي قلناها، اليانسون والكراويه والحاجات دي مهم جدا. العسل الابيض والميه عموما، يعني الطفل طول ما قاعد يشرب ميه الحاجات دي كلها بتدوي البلغم، يعني مهمه جدا. بند السوائل. خلاص. طبعا الاكل نفسه يبقى سوائل، يعني شوربه الفراخ، الشوربه عموما، لسان عصفور، كل ده مهم جدا عشان خاطر موضوع الكحه. يبقى احنا بنعالج الاعراض. بنعالج الكحه ازاي؟ بنعالج السخونيه ازاي؟ وانا عملت لكم فيديو ازاي نعالج السخونيه. اللي عايزه يبعت لي رساله وانا هبعته له برده مفيش مشكله. يبقى احنا عندنا فيديو بنغسل بيه الانف ازاي، عندنا فيديوهات ازاي نعالج السخونيه، كل فيديو 3 4 دقائق اشرح لك فيه ازاي تعالج السخونيه. غسيل الانف اتكلمنا عنه. دي كلها حاجات بنعملها في البيت. خلاص. طبعا الاطفال اللي هي اقل من سنتين احنا عارفين الفيتامينات مهمه جدا. الفيدروب من اول يوم في الولاده لحد عمر سنتين، وفي فيديو عن الكلام ده. وفيتامين الف مهم جدا بناخده في الصحه من اول ما الطفل بيتم 6 شهور لحد سن 5 سنين، وفي فيديو برضه على الكلام ده. اللي عايز حاجه يبعتها وانا ابعتها له. الحاجات دي كلنا نمشي عليها. لو طفل عنده انيميا لازم يعالجها. كل ده انا بكلمكم على المناعه. يعني انا دلوقتي لو هتكلم عنوان اسمه ازاي اقوي المناعه. رقم واحد تغذيه سليمه. رقم واحد تغذيه سليمه. رقم اتنين تغذيه سليمه دي يعني اكل صحي، بلاش اكل الشارع. رقم اتنين نعالج الانيميا. الطفل اللي عنده انيميا لازم تتعالج، ياخد علاجها، نعمل صوره دم ونشوف لو في انيميا لازم نعالجها. رقم ثلاثة فيتامين د اللي هو الفيدروب اللي اتكلمنا عنه، او اي نوع تاني، يعني مش لازم الفيدروب بالاسم يعني. ده رقم ثلاثة. الفيتامينات مهمة جدا عشان خاطر ان احنا نقوي المناعة. السوائل كل يوم فيتامين سي، ليمون. احنا خلاص بقى الشتاء ده كله برتقال ويستفندي وليمون وجافة، فنهتم جدا بفيتامين سي. خلاص. انصحكم بحاجه كمان مهمه جدا قبل الشتاء ما يخش علينا، مصل الانفلونزا. وانا عملت لكم فيديو شرحت لكم تفاصيله كله. ينفع للاطفال من اول سن 6 شهور، واول جرعه بياخدوا جرعتين ما بينهم شهر. مهم جدا مصل الانفلونزا، وفي فيديو برضو شرحه لكم في 3 4 دقايق كده التفاصيل بتاع مصل الانفلونزا، كل حاجه فيه مهم جدا. ده كله عشان خاطر احنا بنحاول نقوي المناعه. خلاص. الفتره اللي احنا فيها دي صعبه، ومصر كلها تقريبا بتكح، ومش عايزين نقلق. الموضوع مساله وقت ان شاء الله، نصبر على العلاج. ممكن السخونيه تطول شويه مش زي الادوار العاديه. الكحه ممكن تطول شويه، تقعد 10 ايام و15 يوم، مفيش مشكله، نصبر شويه. نصبر على العلاج. مفيش حاجه اسمها انا خدت العلاج امبارح ولسه بكح. في ناس بقى لها شهر بتكح عادي يعني. فنصبر ادام ما حصلش حاجه من الحاجات اللي قلناها في الاول اللي هي تخوفني، ما اقلقش. يعني ما حصلش ان الطفل بيكح وبتشنج او ازرق، او في صعوبه في التنفس، او الطفل مش عارف يرضع، او الطفل مش بيرضع اصلا، او رفض الاكل. علامات خطر كتير مع كحه. ما تخليكيش تستني. دي علامات خطر.
تجري على الدكتور بسرعه وهو هيتصرف بقى. شوف هنكشف هيقول لك لا اطمني ما تقلقيش، لا لازم تعملي اشعه بسرعه وتجيلي، لا انا هحولك على المستشفى، حسب الحاله اللي هنلاقيها. بلاش نضيع وقت في ان انا اروح الصيدليه اجيب علبه دواء كحه تدهور لي الحاله اصلا. ادويه الكحه يا جماعه يعني الكحه نفسها انواع كتير وادويه الكحه انواع كتير، فلازم اوفق النوع مع النوع. لو خدت العكس هبوظ، انا اللي هبوظ الحاله. يعني ممكن واحد عنده كحه ببلغم حلو، اروح اجيب انا نوع من ادويه الكحه اللي اسمها مثبطات الكحه، تروح موقفه الكحه زي ما هي، البلغم يتحشر في صدره زي ما هو، دخلنا في التهاب رئوي على طول. خلاص. فمش اي دواء بينفع مع اي كحه، بعد اذنكم بلاش نجرب في صحه ولادنا، ربنا يسترها علينا جميعا. خلاص. في حد عنده سؤال قبل ما اقفل؟ عشان بس احنا مش معانا وقت. طيب الفيديو اللايف ده انا هسيبه لكم على الصفحه عشان خاطر اللي ما لحقش يشوفه يبقى يشوفه، ولو في حد عنده اي سؤال يبقى يبعته لي. اوكي، شكرا.